السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ فيديو جديد مع بعض، فيديوهات نزلت شطه بشقتك. سؤال اتسالته لما جيت هنا الشقه، طبعا لقيته موجود. السؤال زي ما حضرتك شفت عنوان الفيديو، اعمل تاسيس التكييف في السقف زي ما احنا شايفين، ولا في الحيطه او في الارض افضل؟ هو بصوا يا جماعه، يعني احنا بنيجي نبص للموضوع كله حساباتها ايه؟ يعني احنا مثلا انا علشان اطلع في السقف بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، في اول حاجه ان انا هزود نص متر اللي هو اللي فوق ده، من هنا لغايه الاخر ادي نص متر هيزيد معايا، والنص متر ده عشان امشي في السقف هنزله تاني علشان اروح للكمبريسور اللي بره الشقه. فادي كده كتهدير، ادي كده في متر زياده على العميل في التكلفه. تاني حاجة، هو مش هستفيد حاجة انه هيتحط في السقف، بالعكس ده كده يجبرني كمهندس علشان اداريه ان لازم اجباري ان اعمل فلات للشقة حسب اماكن المسارات اللي موجودة عندي في الشقة. زي ما حضراتكم شايفين كل ده طبعا انا هغيره واشيله وهيمشي في الارض. فالافضل والاحسن لا، يعني احنا دايما بنقول مدارس، بس اوفر للعميل انه يتحط في الحيطه دايركت على بره على طول، او ينزل في الارض ويمشي خلاص، بيندفن زيه زي مواسير الكهرباء، زي مواسير الميه، خلاص الموضوع ما بيبقاش. اما فوق كده برضه عرضه، لا قدر الله لو حصل حاجه ودخل قوارض ولا حاجه واكلت في السلوك او اكلت في المواسير كمان مع السلوك، طبعا هتبقى مشكله. طب عايزين نغير ساعتها الماسوره، مش هنعرف، لان المواسير دي غير مواسير الكهرباء. مواسير الكهرباء مرنه سهله، انما ده بتبقى نحاس وبيبقى صلب. حتى لما بتتنى معانا بحدود، ما بتبقاش. فالافضل في الحيطه او في الارض، الا لو عامل بقى كونسيل او حاجه، ده حاجه ثانيه. ربنا يوفق حضراتكم ويعيننا ويعينكم بالخير يا رب، ومعانا فيديو جديد ان شاء الله مع بعض.